السلام عليكم. اليوم غادي نتكلموا على واحد المرحله من المراحل المهمه في نمو الطفل، الا هي مرحله ادخال الطعام للرضيع، يعني لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير. وغادي نتكلموا على الايجابيات اللي كتعطينا الرضاعه الطبيعيه في هذه المرحله المهمه ديال الطفل. اول حاجه غنقوم بها هي نقوم بالتعريف ديال هذه المرحله. شنو هي مرحله ادخال الطعام للرضيع؟ يعني شنو هي لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير؟ هي باش كنقوموا بادخال مواد اخرى صلبه او سائله من غير الحليب. الحليب اللي يحتاج الطفل ديالنا يشربوه يعني حليب الام. الا تعذر على الام انها تعطي الحليب ديالها تعطيه حليب اصطناعي، هذه المرحله كتذوق فيها الطفل ديالنا مذاقات اخرى. واحد الايجابيه ديال الحليب الام ان الطفل كيكون ذوق اغلبيه المذاقات في حليب الام ديالو. هذه المرحله خصها تكون واحد المرحله ممتعه بالنسبه للطفل وبالنسبه للرضيع وبالنسبه للام ديالو. للاسف ولينا كنشوفوا ان الامهات ولاو كيعتبروا هذه المرحله واحد المرحله ديال التوتر، مرحله قلق، ولات بين قوسين مرحله مرضيه، لان خصنا نستشيروا مع الطبيب ديالنا باش يعطينا واحد الجدول بكميات معينه. اخر الدراسات شارت ان انجع وافضل طريقه ممكن الام تتبعها مع الطفل ديالها هي تعتمد على الاحساس ديالها. هنا فاش كنقول الاحساس ديالها كنقول الاحساس ديالها زائد واحد القواعد او مبادئ اساسيه خص الام تعرفها وتلتزم بها. اذا التزمت بهم زائد الاحساس ديالها تكون اكيده انها ما غتحتاجش لواحد الجدول معين، لان هاد الجداول كتبدل من طبيب لطبيب من بلد لبلد، والام ديما كتبقى في هذه المرحله ديال المقارنات. هاد الطبيب شنو عطى لهذا الطفل والطبيب الاخر شنو عطى للطفل الاخر، يعني كتبقى ديما في هذه المرحله قلقه. انا غنحاول نشرح هذه المبادئ شويه بالتفصيل. وانا هنايا بغيت غير ندير واحد الملاحظه ان كنهضر على الاطفال الرضع اللي كيتمتعوا بصحه جيده، لان الاطفال اللي عندهم واحد المرض ولا عندهم شي حاله معينه انا ضروري هنايا خصني نستشير مع الطبيب ديالنا. المبدا الاول والاساسي هو ان الام خصها تعرف ان الحليب ديالها كيبقى هو الغذاء الكامل والافضل للطفل ديالها السنه الاولى والسنه وكذلك السنه الثانيه. يعني الام اللي كانت كترضع رضاعه طبيعيه ما تقلقش على حسب الكميات اللي غتعطي للطفل ديالها، لانها خصها تسبق ليه ديما بالرضاعه الطبيعيه هي الاولى وعاد تكمل بالماكله. يعني هنايا كنقولوا ان لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير هي مرحله تكميليه وليست معوضه. هنا ايضا كنشير ان الامهات اللي ما استطاعوش يرضعوا رضاعه طبيعيه اللي كيعطيو الحليب الاصطناعي حتى هما كيلتزموا بنفس القواعد، يعني يبقاو يعطيو نفس الكميات ديال الحليب اللي كيعطيو للرضيع ديالهم. هنا بغيت نشير ان شحال هي الكميه. انا تنقول نفس الكميه اللي كان كياخذ قبل ما نبداو ليه تبقى هذه الكميه حتى 12 شهر. يعني الام اللي كانت كترضع رضاعه طبيعيه تبقى ترضع باللوسان افولونتي حتى تكمل 12 شهر. الام اللي كانت كتعطي الحليب الاصطناعي تبقى تعطيه حتى هو نفس الكميه. على الاقل 4 الرضاعات مشبعه تحتفظ بهم على الاقل. الا ما قدرتش انها تكمل نفس الكميه على الاقل 4 الرضاعات مشبعه حتى تكمل 12 شهر، او 3 الرضاعات ديال 240 مليلتر بالنسبه للام اللي ما قدرتش ترضع رضاعه طبيعيه. هنايا بغيت نشير غير واحد الملاحظه بسيطه بالنسبه للامهات اللي كيرضعوا رضاعه طبيعيه واللي كيبغيو يعاودوا يرجعوا للعمل ديالهم. هاد الامهات كنلاحظوا انهم كيبغيو انهم يبداو هاد المرحله ديال ادخال الطعام، لانهم في البال ديالهم انهم الا بداو كيدخلوا الطعام غيبداو ينقصوا الحليب. هذه فكره خاطئه، لان الام هنايا كتكون مرتبكه، الطفل ما يقبلش ليا الحليب ديالي في الرضاعه، السيده ولا شكون اللي غيعتني بالطفل ديالي ما غيديرش لي الخاطر باش يعطيه الحليب ديالي بالمعلقه. انا كنفضل ان الام تقلب على شي حل اخر، ولكن ما ديرش ان تعوض الحليب ديالها بالماكله. وهنا كنهضر عاوتاني على الامهات اللي كيعطيو الحليب الاصطناعي حتى هما نفس الملاحظه. وهنايا خديجه اشطيش راه غادي تعطيكم وصفات بالنسبه للامهات اللي ما كيقدروش مثلا الاطفال ديالهم يشربوا الحليب ديالهم في الرضاعه، او اللي ما عندش الناس اللي كيعتنيو بهم الخاطر باش يعطيوهم الحليب بالملعقه. غتعطيكم واحد الوصفه ديال واحد لو فلون اباز دو لي ماتيرنيل اللي هي سهله واللي ممكن انكم تعطيوها للطفل ديالكم كحل نسبي على ما ان الطفل يكمل 12 شهر. وديك الساعه نبداو نقدروا نقصوا شويه الكميه ديال الحليب ونعطيو الكميات اضافيه ديال الماكله.
المبدا الثاني او القاعده الثانيه غتجاوب لنا على واحد التساؤل، هو امتى ندخلوا الماكله الرضيع ديالنا. هنايا كاينين عندنا بزاف الدراسات، كل دراسه شنو كتقول هنايا، ولكن اخر الدراسات شارت ان خصنا نعتمدوا على واحد العلامات اللي كيبينوا لنا الطفل ديالنا اللي كنعتبروهم انه راه ولا قابل اننا باش نبداو ليه الاكل. شنو هما هاد العلامات؟ العلامات هو ان الطفل يقدر يولي بلوز موان كيقدر يجلس بوحدو، كيقدر انه يدي الماكله ولا الاشياء للفم ديالو، كيقدر انه يحرك لينا العنق ديالو، واللي كيبان لنا انه ولا كيبغي ياكل. يعني فاش كيشوف الناس الكبار تياكلوا كيبغي ياكل، كيبدا يحرك الفم ديالو بحركات مضغ. هنايا كنقولوا الطفل ديالنا راه ولا قابل للاكل. هاد العلامات كتبان اغلبيه في النصف السنه الاولى. هنا واحد النصيحه بالنسبه للامهات اللي كيرضعوا، المنظمه العالميه ديال الصحه كتنصح الامهات انهم يعتمدوا على رضاعه طبيعيه حصريه لمده 6 اشهر. واحد الملاحظه بغيت نشير ليها هي ان الى شفنا هاد العلامات بداو كيبانوا على الطفل ديالنا وبدينا نقدموا ليه الطعام، يقدر الطفل انه يرفض المرات الاولى انه ياخذ الطعام. هنايا ما خصناش نتقلقوا. هنا كنصح الامهات انهم عمرهم ما يتقلقوا وما يتوتروش، يعاودوا المحاوله الغد ليه، ولا الا ما عاوتاني ما خداش الطفل يعاودوا المحاوله لبعد غد ليه، ولكن بلا ما يبزوا الطعام على الطفل ديالهم. هذه واحد النقطه اساسيه، ان الام ما تبزش الطعام على الطفل ديالها. وديما تذكر القاعده الاولى ان الحليب كيبقى هو الغذاء الامثل والاساسي للطفل. يعني ديما نديروا هذه القاعده في بالنا باش ما نتقلقوش وما نتوتروش، لان الطفل راه كيحس بالتوتر ويقدر انه يبقى يرفض لنا الاكل بصفه مستمره. الا خديناها بواحد الطريقه ممتعه راه الطفل المره الاولى والمره الثانيه او المره الثالثه يقدر يقبل. والاطفال كيتبدلوا من طفل لطفل. يعني هذه القاعده الا مشات على الطفل اللي خدا في هذا العمر ما غاديش تمشي على الطفل اخر. لذلك قلنا راه الانسب طريقه هي الام تعتمد على الاحساس ديالها وعلى هذه المبادئ. هنايا غادي نجيو للقاعده الثالثه او المبدا الثالث، هو اللي غيجاوب لنا على واحد التساؤل اللي كيتسائلوا الامهات، هو باش نبدا. هنا اخر الدراسات كتشير اننا ممكن نبداو بكل شيء. شنو هي هذا كل شيء؟ نظام غذائي متوازن. يعني شنو كتاكل العائله ديال الطفل تعطيه منه. هنايا العائلات راه كيتبدلوا من عائله لعائله، والنظام كيتبدل من بلد لبلد. يعني شنو كناكلوا حنايا كعائله نقدروا نعطيوه للطفل ديالنا، غير هو يكون كما قلت نظام غذائي متوازن اللي ما فيهش مواد اصطناعيه، اللي بلا ملح بلا عسل حتى يكمل الطفل 12 شهر، وبلا سكر. من الافضل دائما نبقاو بلا سكر ابيض او سكر بني. هذه نحيدوها. انا غنوضح علاش في التتمه ديال الفيديو. واحد الدراسات اشاروا ان خصنا ندخلوا واحد الحوايج اللي هما عندهم حساسيه، واحد القابليه باش يديروا لنا حساسيه للاطفال على الاكثر باش يكون الطفل عنده 6 اشهر، لان كاينه واحد النافذه ديال القابليه عند الاطفال ما بين 4 و6 اشهر، اللي هما السمك، البيض، الجلوتين، ضروري الجلوتين، الفواكه الجافه اللي خصهم يكونوا مطحونين، ماشي هذا كاملين باش ما يحسبوش من الاختناق. وهنا واحد الايجابيه كبيره ديال الرضاعه الطبيعيه، هي ان الدراسات شاروا ان اذا دخلنا هاد المواد اللي عندهم حساسيه وحنا كنرضعوا الطفل ديالنا، النسبه ديال الحساسيه كتكون قليله بزاف. يعني هنا كنشجع الامهات انهم يستمروا في الرضاعه واخا حتى تكملوا 6 شهور، ويدخلوا هاد المواد اللي فيهم هاد المشكل ديال الحساسيه وهما كيرضعوا. حاجه اخرى في هذا المبدا الثالث هي باش نبداو، واش بالخضر واش بالفواكه واش بلي سيريال، باش نبداو. هنايا عاوتاني الدراسات تيقولوا الام هي الانسب والافضل شخص اللي كيعرف شنو يناسب الطفل ديالها. امهات كيبداو بالفواكه، امهات تيبداو بالخضر، ما كاين حتى شي مشكل. وهنا عاوتاني واحد الايجابيه ديال الحليب الام، ان الطفل كيكون ذوق جميع الاذواق في الحليب ديال الام ديالو قبل ما كنبداو ليه المرحله ديال ادخال الطعام. يعني ما عنده حتى شي مشكل، سواء بدينا بالخضر سواء بدينا بالفواكه، ما كاين حتى شي مشكل. خصنا نعطيو البروتينات الحيوانيه حتى هي من الاول، ما نعطلوهاش. نعطيو حتى لي سيريال حتى هما من الاول، ما نعطلو حتى شي حاجه كما قلت، من غير نحيدو غير هذوك العناصر اللي شرط لهم هما اللي خصنا نحيدو من البروغرام ديالنا.
ندوزو القاعده الرابعه او المبدا الرابع، هو اللي غيجاوب لنا على واحد التساؤل: شنو الطريقه اللي غنعطي بها الاكل للطفل ديالي. هنايا كاينين جوج طرق. طريقه كلاسيكيه اللي معروفه هي طريقه لا بيوري. هنايا بغيت نشير واحد الحاجه مهمه، ان الصوبه او لا بيوري ما كتعطاش في الرضاعه، خص الام تعطيها بالملعقه. كاينه طريقه ثانيه ما معروفاش بزاف واللي ولات كتلقى واحد النجاح بالنسبه للامهات اللي كيرضعوا رضاعه طبيعيه، اللي هي لا ديفيرسيفيكاسيون موني بار لونفون او لا دي ام. شنو هي هاد لا دي ام؟ جبت لكم هنا واحد جوج امثله ديال جوج طبيصلات ديال الاطفال اللي كيقدروا ياخذوا لا دي ام. كتشوفوا معايا هنايا هاد الاطفال كنقترحوا عليهم من الاول قطع لينه، كتكون قطع كبيره، يعني ما تكونش قاصحه، لينه كما كتشوفوا لينه، ما تكونش كبيره، وكنخليهم هما كياخذوا الكميه اللي بغاو وكيختاروا شنو كيناسبهم في هاد الطبيسي. هاد الطريقه قلنا هي مناسبه للاطفال اللي كيرضعوا رضاعه طبيعيه، لانهم مقارنه مع الاطفال الاخرين كتكون عندهم واحد القوه في العضلات ديال المضغ ديالهم اللي كيطوروها مع الرضاعه الطبيعيه. هاد الاطفال تيكونوا من الاول كيقادوا لي كونتيتي ديالهم من الاول، كيقادوا لي كونتيتي ديالهم ديال الحليب، حيت ما كنعرفوش شحال كيرضعوا الاطفال اللي كيرضعوا رضاعه طبيعيه، ما كنعرفوش الكميه ديال الحليب اللي كياخذوا. لذلك الا اقترحنا عليهم لاسيت هكا هما كياخذوا الكميات اللي كيبغيو. ثالث حاجه ان تكون واحد الانزيمات في حليب الام اللي كتساعدهم على هضم هاد القطع اللي شي شويه اللي لينه، ولكن زعما القطع الصلبه. حاجه اخرى اللي بغيت نضيف لها ان ما كنصحش انا الام بلا ديفيرسيفيكاسيون موني بار لونفون ولا بدوز بلا بيوري. كما قلت الام هي الانسب باش تختار الطريقه اللي كتناسبها وكتناسب الطفل ديالها. انا شرحت الطرق بجوج وكل ام كتختار الطريقه الانسب. انا قلت هاد لا ديفيرسيفيكاسيون موني بار لونفون هي ادابتي للوليدات اللي كيكونوا راضعين رضاعه طبيعيه وشرحت علاش، ولكن كل ام كتختار الطريقه اللي كتريحها والطريقه اللي تبغي تتابع مع الطفل ديالها. نجيو لنا القاعده الخامسه او المبدا الخامس، هو وغيجاوب لنا عاوتاني على واحد التساؤل: شحال نعطيو للطفل ديالنا. هنايا عاوتاني انا ضد اننا نحدوا واحد الكميه للطفل، لان كما قلت الرضيع كيختلف من رضيع الاخر. كنبداو بكميات صغيره وحنا غاديين وكنطلعوا، وكما قلت الام هي افضل شخص اللي كيعرف شحال الطفل ديالها كيحتاج، وديما تبقى في بالها ان الحليب ديالها هو الانسب ليه، يعني ما تعطيش بزاف كما قلت حتى 12 شهر. حاجه اخرى شحال ديال الوجبات اللي نعطيو. هنايا ما كنسميهمش وجبات كامله، لان كما قلنا غير كيتذوق، يعني كنبداو بالوجبه ديال الغداء اللي نقدروا نسميوها وجبه حتى تيرضع الطفل ديالنا، عاد نعطيوه يذوق. مع الربعه نقدروا نعطيوه فاكهه، يا اما اون كوبوت يا اما قطع الا كنا غادي نديروا لا ديفيرسيفيكاسيون موني بار لونفون. فاش الطفل يكمل 8 9 اشهر نقدروا اننا نبداو نعطيو شي شويه الفطور دي سيريال لي ناتوريل، ما كنصحش باللي سيريال اندستريال. نقدروا نعطيو قطعه ديال الخبز فيها زيت او زبده. واحد الحاجه هي واحد الملاحظه اللي كنلاحظ الامهات كيوقعوا فيها واحد الخطا، انهم كيبداو يعطيو الطفل ديالهم فاش يلاه كيبداو المرحله كيعطيو العشاء. هذه واحد الفكره خاطئه، لان في الذهن ديالهم ان الا عطيناه العشاء يقدر ينعس لينا مزيان. لا، كنصح الامهات انهم يقراو شي شويه على لو سيكل دو سومي ديال الاطفال، لانه ما عنده حتى شي علاقه بالماكله، وبالعكس الا عطينا عشاء يقدر يحدث ليه تخمرات وما يخليش ينعس مزيان. يعني انا ضد هذه الفكره ديال اننا نزيدوا ليه لي فارين ولا نعطيوه عشاء في المراحل الاولى. الاخصائيين كينصحوا اننا نبقاو في الحليب لمده السنه الاولى، يعني حتى 12 شهر عاد ندخلوا العشاء. ولكن كما قلت كل ام كتفضل شنو الانسب للطفل ديالها. ام تبان لها ان الطفل ديالها راه قابل انه ياخذ العشاء في 10 او 11 شهر، كل ام كدير اللي يناسب لها، غير هي ديما تبقى كما قلت الحليب هو الغذاء الاساسي للطفل في السنه الاولى.
هنا كنبغي عاوتاني نشير لواحد الملاحظه ان الرضع في واحد الفترات معينه من الحياه ديالهم كيقدروا انهم ما يبقاوش ياكلوا ولا ياكلوا كميات اقل. عاوتاني كنقول الامهات ما يتوتروش لانها مرحله عاديه، اما مرتبطه بان الوليدات ولا كينوضوا السنان ولا مورا المرض، غير هما يشوفوا لي كورب دو كرواسونس انهم ما تكونش واحد التهريسه في هذيك لا كورب دو كرواسونس، يراقبوا لي كورب دو كرواسونس. وهنايا واحد الميزه عاوتاني ايجابي ديال الرضاعه الطبيعيه، ان المنظمه العالميه ديال الصحه كتقول ان تقريبا 75% ديال الحاجيات ديال الطفل في ما بين 6 و 12 شهر كتكون ملبيه بالحليب الام. يعني الام الا كانت كترضع رضاعه طبيعيه راه هذه الفتره ما كتخلق لها حتى شي مشكل. هنا وصلنا للقاعده السابعه اللي هي قاعده اساسيه وخص الامهات ينتبهوا ليها لان بزاف ما كيديروهاش، هي نزيدوا واحد الملعقه ديال ماده دهنيه، يا اما زيت زيتون، زيت ارغان، زيت كولزا او زبده في الطعام ديال الطفل ديالنا. يعني الا درنا لا بيغي غنزيدوها حتى الاخر، عطيناه قطع غنزيدوها عاوتاني حتى الاخر. وصلنا دابا القاعده الثامنه والقاعده الاخيره هي شنو ما نعطيش للطفل ديالي. كنأكد على ان الملحه ما خصهاش تدخل قبل من 12 شهر، لان كنشوف بزاف الامهات فاش كما قلت كيجيو هذيك الفتره المرض ديال الدري ما كيبقاش يبغي ياكل كيبداو يزيدوه الملحه. هذه فكره خاطئه، ما خصهمش يوقعوا في هذا الفخ. يعني الملحه ما تدخلش قبل من 12 شهر، العسل ما خصوش يدخل قبل من 12 شهر لانه كيقدر يسبب لنا واحد المرض خطير، هو مرض قليل ونادر ولكن مرض خطير اللي هو البوتوليزم. المواد الحلوه والمواد الاصطناعيه ما خصهمش يدخلوا نهائيا. بزاف الامهات كنشوفهم كيتسائلوا على وصفات البسكويت للطفل من 6 اشهر، هذه فكره خاطئه وما كنحبذهاش. الا بغينا نعطيو البسكويت نخليو على الاقل حتى يكمل الطفل 12 شهر. وهنا جبت لكم واحد الامثله ديال البسكويت اللي مصايب بقمح كامل، عسل، بفواكه جافه، بليغرين، نقدروا نعطيوه ليه. واخا انا كنحبذ اننا نبقاو في الفواكه والحوايج الطبيعيه اللي موان ترانسفورمي حتى يكمل عامين. المهم الام الا بغات دير وصفه تخليه حتى على الاقل حتى يكمل 12 شهر، ونتفاداو ما امكن المواد الصناعيه اللي كتشوف الامهات بزاف كيشريوهم. هذوك المواد ما عندهم حتى شي فائده. بغيت نتكلم على واحد الحاجه اخرى على الياغورت او لي فروماج. بالنسبه للياغورت والفروماج من الافضل ومن الاحسن اننا ما ندخلوش قبل من 12 شهر على الاقل، ومن الافضل هو نخليوه حتى ل 18 شهر، لان كيقولوا الام غنعوض به الحليب. لا، كما قلنا الحليب راه كيجاوب على جميع الاحتياجات ديال الطفل اللي ما كيوفرهاش لنا الياغورت او الفرماج، لان الياغورت والفرماج فيه الكالسيوم والحليب فيه الكالسيوم، فيه حوايج اخرين اللي ممكن الدري ما غاديش يلقاهم في الياغورت. يعني نخليوه غير بالحليب 12 شهر. اون بليس الياغورت والفرماج فيهم مواد حافظه، نكهات اللي ما تطلقش للاطفال ديالنا. يعني من الافضل اننا نتسناو على الاقل 12 شهر، ومن الاحسن 18 شهر. ديك الساعه نقدروا نعوضوا واحد الرضعه بواحد الياغورت، ماشي مشكل. بغيت نهضر عاوتاني على حليب البقر. بزاف الامهات كنشوفهم كيديروا واحد الخطا فادح، ان فاش كيكمل الطفل 6 اشهر كيبداو يعطيو الحليب ديال البقر العادي. هذه فكره خاطئه. عافاكم الامهات المرضعات، كملوا بالحليب ديالكم. راه افكار خاطئه هذوك اللي تيقول لك الحليب راه ماشي كافي. بالعكس، راه المنظمه العالميه للصحه كتقول ان الحليب ديال الام راه كيلبي 75% ديال الحاجيات ديال الطفل ما بين 6 و 12 شهرا، وتقريبا ثلث او الى النصف ما بين 12 و 24 شهر. يعني هذاك هو الحليب الافضل للطفل في هذه المرحله العمريه. بالنسبه للامهات اللي ما قدروش يرضعوا رضاعه طبيعيه، كنصحهم انهم يخليوا الحليب الادابتي لونفون ديالهم على حساب لاج، ما يدخلوش الحليب ديال البقر العادي على الاقل حتى يكمل الطفل 12 شهر. هنايا الا بغاو يدخلوه، واخا انا ما كنحبتش، لان الحليب تيكون فيه بزاف البروتينات وما يكونش فيه العوامل اللي كيكونوا في الحليب اللي ادابتي لونفون. خصهم يضوا بالهم بزاف للتغذيه ديال الطفل، انها خصها تكون تغذيه جد متوازنه الا بغاو يدوزوا للحليب البقر، ولكن ماشي اقل من 12 شهر. بالنسبه كنشوفوا مؤخرا بزاف الامهات ولاو بغاو يتفاداو حليب البقر ويعطيو حليب نباتي. هنايا هذا الحليب النباتي انا ما كنصحش به.
في الختام كنبغي نختم بالاحصائيات ديال المنظمه العالميه للصحه اللي دارت على الاطفال المغاربه اللي كيبلغ العمر ديالهم 5 سنوات. لاحظت ان هاد الاطفال اللي كيبلغ العمر ديالهم 5 سنوات 10% ديالهم عندهم زياده في الوزن و5% عندهم زياده مفرطه في الوزن. الا قلنا زياده في الوزن كنقولوا امراض اخرى، مرض الضغط الدموي، ارتفاع الضغط الدموي، مرض السكري النوع الثاني اللي كنا كنشوفوه غير عند واحد الفئه عمريه اللي اكثر من 45 سنه مؤخرا، وللاسف ولينا كنشوفوه عند الناس اللي باقيين صغار، مرض فشل الكلوي. لذلك كنصح الامهات انهم يغتنموا هذه الفرصه ديال بدايه ادخال الطعام للطفل، يعني لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير، باش يغيروا نمط العيش ديال الاسره كامل او النظام الغذائي ديال الاسره كامل، باش يعطيوه نظام غذائي متوازن، لان التربيه الغذائيه كتبدا من هذه المرحله. الى ربينا وليداتنا واحد التربيه غذائيه سليمه غنكونوا متاكدين اننا ما نبقاو معهم حتى شي مشكل في الكبار ديالهم، وهذا من التجربه الخاصه ديالي. وغادي نعطيهم غذاء متوازن اللي كناكلوا حنا كاملين، ماشي حنا ناكلوا حاجه والطفل كياكل حاجه، هذه خاطئه، لانه الطفل غير واحد العام ولا عام ونص غيولي يبغي ياكل شنو عندنا حنايا في الماكله ديالنا. لذلك الاسره خصها تاكل ماكله صحيه متوازنه. وعافاك بغيت نشير ان الاطفال ديالنا راه امانه في العنق ديالنا، نحافظوا عليها. وشكرا.